احنا قررنا النهاردة نغير الأكل خالص وناكل أكلة خفيفة كده. أي نعم هي بتتعمل على كذا خطوة، بس حاجة أحسن من الطبيخ والرز والمكرونة والكلام دوت. فقررنا نعمل العيش باللحمة الإسكندراني بكل خطواته وكل تركاته، والعجينة بتاعته المميزة اللي لما تيجي تاكليها كأنك بتاكلي عجينة باتيه أو كرواسون أو أي حاجة من المعجنات اللي هي زي دي. فبجد طعمه تحفة وجميل. وزي ما احنا شايفين كده بأقل بنص كيلو دقيق ونص كيلو لحمة مفرومة أو أقل من نص كيلو لحمة مفرومة بنعمل العيش ده كله. وزي ما احنا شايفين كده العيش قدامنا اهو. العيش قدامنا اهوت باللحمة بتاعته. فلما تدوقوه يعني مش هتسلوه بصراحة، وهتعملوه على طول، تعملوا الطريقة دي كده على طول. فيلا بينا نروح لطريقة عمايل العيش باللحمة الاسكندراني دوت بالعجينة التحفة الجميلة دي، ونشوف عملنا ازاي. يلا نشوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي احنا كده هنجيب بولة، سواء بولة العجان لو هتعجني في العجان أو هتعجني على إيدك البولة. وأنا حاطة فيها كمية الدقيق بقى بترجع لك على حسب عدد أفراد الأسرة. أنا حاطة نص كيلو دقيق. تمام. النص كيلو دقيق أنا حطيت عليه 3 معالق زي ما احنا شايفين كده، كبيرة لبن بودرة، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر. المعالق مش مليانة قوي. اللبن البودرة ممكن تستغني عنه، او لو عايزة تحطي معلقة حطي. فكل ما بتكتري اللبن البودرة في العجينة بتديها غناوة كده وطعم، وبتخلي العجينة تحسي ان هي طرية كده. والعجينة ديت انا عاملاها في اول فيديوهاتي اللي هو فيديو البيتزا. انا قلت العجينة دي انا معتمداها في العيش بلحمة وفي البيتزا. حتى لو حتة البيتزا ما فيهاش تغطية او ما فيهاش جبنة او خضار او اي حاجة، العجينة بتاعتها بتبقى جميلة جدا لو اتاكلت حاف كده من غير اي حاجة. فانا العجينة دي معتمداها للبيتزا والعيش بلحمة. تمام. يبقى انا حطيت 3 معالق كبار لبن بودرة، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، وهنزل بيهم. وطبعا اهم حاجة كمان ان احنا نحط ذرة ملح كده، او مثلا دوت عيش بلحمه عادي بنحط مثلا معلقه صغيره او نص معلقه صغيره على حسب ايه انت عايزه ايه. ماشي. كده احنا بنبدا ان احنا نقلب المواد الجافه مع بعض. تمام. بعد ما نقلب المواد الجافه انا مجهزه ربع كوبايه زيت. ربع كوبايه زيت هحطها. تمام. بعد كده هبدا اركب البوله في العجان وابدا اخلط الزيت الاول مع الدقيق. انا كده خلطت الزيت مع الدقيق ومعايا كوبايه ميه زي ما احنا شايفين كده. انا هحطها بالتدريج عشان ممكن ما تاخدهاش كلها، ممكن تاخد نصها 3/4. هحطها بالتدريج. هحط الاول ربعها كده وابدا اخلط برضو. زي ما احنا شايفين كده العجينه طريه خالص اهي زي الملبن، وفي نفس الوقت مش بتلزق زي ما احنا شايفين كده اهي. تمام. كده العجينة خلصت. اهم حاجة تعجنيها كويس وتخدميها كويس عشان تطلع كويسة. بعد كده هنلمها وهنسيبها في البولة ونغطيها ونحطها في مكان لغاية ما تخمر. بعد كده نجهز الحشوة على بال ما تخمر. كده انا عندي العجينة خمرت اهي زي ما احنا شايفين اهي. انا هبدأ بقى اطلعها من البولة وابدأ اعملها احجام على قد ما انا عاوزة. انت بتعمليها على قد الحجم اللي انت عايزاه، اذا كان كبير ولا صغير، او اذا كانوا الرغيفين اللي بيبقوا فوق بعض دول، فعلى حسب انت عاوزة ايه. فانا دلوقتي همسكها اقطعها لكور صغير. زي ما احنا شايفين انا جبت صينية وبدرتها بالدقيق كده من تحت وعملت فيها الأقراص الصغيرة دي. والمفروض ان انا هغطيها دلوقتي بفوطة واسيبها تريح برضو 10 دقايق على بال ما اخلص الخطوة اللي بعديها. عندي برضو اللحمة المفرومة اهي الحشوة جهزتها.
كمية اللحمة برضو ترجع لك انت على حسب برضو عدد الأسرة أو عدد الأرغفة اللي انت هتعمليها. فأنا عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة، وقطعت عليها هي يعني لازم تكون فيها نسبة دسم اللحمة المفرومة عشان العيش باللحمة يبقى جوسي وحلو وطري، ما يبقاش اللحمة مخشبة وناشفة من جوه. فأنا كمان زودت حتة ليا، وخرطت عليها بصلاية كبيرة بشرتها، طبعا بشر رفيع، وكمان حطيت عليها طماطمتين صغيرين قطعتهم صغير، وحبة بقدونس، وفلفل سبايسي أو بارد على حسب الرغبة. تمام. ولو الكمية طلعت كبيرة على عدد العيش اللي انتي عاملاه، ممكن عادي بتتحط في الفريزر وبتستعمل مرة تانية، يا إما في العيش باللحمة يا إما في أي وصفة تانية. فأنا كده جهزت كمان اللحمة، فاضل بس مع بعض هنحشي. عاوزة اقول لكم برضو على التوابل اللي انا حطيتها. انا حطيت ملح، طبعا الملح دوت الحدق على حسب رغبة اللي بيحب الحاجة عذبة او مالحة. وحطيت فلفل اسمر، وحطيت حبة قرفة، وحطيت لو عندك توابل اللي هي بتاعة اللحمة حطي، او لو عندك السبع بهارات حطي، لو عندك جوزة الطيب وبتحبي تحطيها برضو ابشري، يعني حوالي ربع معلقة كده. دي التوابل كلها بتاعة اللي انا حطيتها. ولو حابة تجيبي اللي هو الكيس الجاهز اللي هو بتاع توابل الحواوشي ده، عادي هاتيه وحطيه، بس انا بحط التوابل من البيت. العجينة كده يعتبر ارتاحت خلاص، هنبدأ نفردها. انا جبت المفرش بتاع العجين بتاعي. لو مفيش مفرش بنحط حبة دقيق على الرخامة، ونبدأ ان احنا نفردها بالفردة بتاعة العجين. هنجيب بقى اول كورة زي ما احنا شايفين، جبنا اول قطعة احنا عملناها كورناها، وبنبدأ الأول نفردها بإيدينا كده. تمام. وبعد كده بنبدأ إن احنا نفردها بالفرادة. طبعا السمك بتاعها ما بيبقاش تخين ولا بيبقى رفيع قوي، يا دوبك بيبقى حوالي سنتي أو ممكن أقل، لأن الاتنين هينطبقوا على بعض. والحجم بتاع العيش انتي المتحكمة فيه، ممكن تعملي كبير وممكن تعمليه صغير. أنا بعمله صغير علشان اللي ياكل واحد ياكله كله، ما يفوتش منه حاجة. اما بيبقى كبير ممكن الواحد ما يكملش مثلا واحد او ياكل واحد ونص. انا بعمله انسة صغيرة بكده، حتى لو فضل بيفضل نص بحاله مش متاكل منه او حاجة. فانا هفضل افرد فيه لغاية ما اوصل للمساحة اللي انا عاوزاها او الحجم اللي انا عاوزاه. كده انا بفضل افرد فيه على شكل دايرة. تمام. وما ننساش برضو انه هو على بال ما بنخلص الكمية كلها بيرجع يخمر تاني. هو في كل ما نحطه يريح شوية 5 دقايق ولا اقل او اكتر بيبدأ يخمر تاني، والعجينة بتتضاعف. فاحنا نعمل حساب كده. انا كده خلاص فردتها. هبدأ ان انا احط الحشوة بتاعت اللحمة. باجي احطها كده هنا في اللي هو النص الاولاني، وببدأ ابططها كده بالمعلقة. تمام. وحطي الكمية المناسبة ليكي، بس ما تكتريش زيادة عن اللزوم عشان تعرفي تقفلي الرغيف. تمام كده اهو. انا هعمل معاكم اول واحد وبعدين اعمل الكمية كلها واوريها لكم قبل ما ندخلها الفرن هنعمل فيها ايه. كده انا حطيت دي كمية مناسبة قوي لحجم العيش اللي انا عاملاه. تمام. انا بقى بجيب الطرف التاني كده وبضغطه هنا دي على دي كده، وبحاول ان انا اجيب العجينة فوق بعض كده زي ما احنا شايفين كده، عشان اقفلها عشان اضمن ان هي ما تتفتحش، غير لما احنا بنجيب ونبطط كده على طول. لا، انا بجيب العجينة وبضغطها كده فوق بعضها عاملة زي الزجزاج كده، بحيث ان انا اضمن ان مفيش ولا اي حاجة من الحشو هتطلع. وبضغط عليه بايدي كده اهو. كده الحجم دوت جميل جدا جدا ومناسب. ودلوقتي الحجم بتاعه هيخمر اكتر يعني هيدينا حجم اكتر من كده لما يخمر. انا هروح احطه في الصاج اللي انا مجهزاه هوريه لكم. ده الصاج بتاع الفرن، انا دهنه زيت
وهرص فيه الكميه كلها بقى وهوريه لكم في الاخر قبل ما ادخله. انا كده حشيت كميه العيش كلها زي ما احنا شايفين كده اهو. كده حشيتهم كلهم، هسيبهم بس يرتاحوا 5 دقايق لغايه ما اعمل لهم التغطيه بتاعتهم اللي على الوش. انا دي الماده اللي هغطيها بيها. انا حطيت اقل من ربع كوبايه لبن حليب، وعليها يعني اقل من يعني حوالي ربع معلقه صغيره سكر، ورشه قهوه سريعه الذوبان اللي هو النسكافيه، وقلبتهم حلو مع بعض، وده هندهن بيه الوش. زي ما احنا شايفين كده الوش بيلمع اهو. انا دهنت العيش كله، وهخليه بس 5 دقايق كده لغاية ما اولع الفرن يبدأ الفرن يسخن، وبعد كده هدخله ونشوفه بعد ما هيستوى هيبقى شكله ايه. حبايبي كده الحواوشي او العيش باللحمة الاسكندراني خلص خلاص، وزي ما احنا شايفين كده المنظر دوت بتاعه والسوا بتاعه بالطريقة ديت. وانا هفتح لكم مع ان هو سخن جدا، والله انا مش هقدر افتح، بس عشان تشوفوا الحشوة بتاعته من جوه اهي جميلة. تاكلوه مع سلطة الطحينة، تاكلوه مع مخلل، زي ما انتوا عاوزين. فدي كانت النتيجة بتاعة العيش باللحمة بتاعنا. العيش كأنك بتاكلي باتيه أو بتاكلي كرواسون، العجينة بتاعته ممتازة جدا جدا جدا. فأتمنى إن انتوا تجربوه وتجربوا الطريقة والخطوات، ولو عجبتكم ما تنسوش تعلقولي بتعليق حلو، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني فيديو جديد عشان يوصلكوا كل جديد من مسك وعنبر. مع السلامة.